مساء الخير البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. هذا الفيديو الاول تاعي في القناه موند هبه دي زاد، اللي راح يكون محتوى تاعها متنوع. كل خطره واش نحط لكم، لكن السلسله الاولى راح تكون مع الخياطه بيان سور. بالنسبه للبنات اللي راهم حابين يتعلموا الخياطه، اول حاجه لازم تتعلموها في الخياطه هي اخذ القياسات. راح نبداو مع بعض، وشي اللي راح تتعلموه في هذه الدروس حاجه بروفيسيونيل، وراح نخدمو خدمه على اصولها. اولا عندك هذه القائمه اللي راكي تشوفي فيها ديما تكون معك، وراح يكون فيها هنايا عندنا الارتفاعات وعندنا الدوائر. بالنسبه للارتفاعات عندنا ارتفاع الصدر، ارتفاع تحت الصدر، ارتفاع الخصر، ارتفاع البطن، ارتفاع الاوراق والطول الكامل. وعندنا هنا عرض الكتفين وطول الكتف. والدوائر عندنا دائرة الصدر، دائرة الخصر، دائرة البطن، دائرة الأوراق ودائرة الإبط. وهنا عندنا فتحة الرقبة وقياس بين الثديين. هذه القائمة اللي راكم تشوفوا فيها لازم ديما تكون معاكم. هنا قبل ما تهزي القياسات للزبونة تاعك لازم تكوني واقفة على الجهة اليمنى تاع الزبونة. كما راكم تشوفوا انا راني واقفة على الجهة اليمنى تاع المانكا. ودكا اول نقطة لازم تعرفوها اللي هي اعلى نقطة في الكتف، هذه هي اللي دائما تهزوا منها القياسات. هنا تروحي تهزي من اعلى نقطة في الكتف لنقطة الصدر، ارتفاع الصدر، تلقاي النتيجة وتهبطي للخصر تاعك تلقاي النتيجة تانيك. ودائما قلت لكم تكون من اعلى نقطة في الكتف. هذه من بعد راح تشوفوها في الباتون تبان لكم خير من دوكا في المانكا. هاي هنا كيما راني نوضح لكم هنايا. بالنسبه للارتفاعات، ارتفاع الصدر وارتفاع الخصر يتهزوا بنفس الطريقه اللي هزيت بها ارتفاع الصدر دائما. دوكا واش راح نهزو الدوائر تاعنا. نبداو بدائره الصدر، هاي هنا فوالا. دوكا نروحو ديريكتومون لدائره الصدر، والنتيجه اللي نلقاوها نحطوها في الخانه هذيك. وهاي لكم دائره الصدر ودائره الخصر ودائره الاوراق. دوكا نبداو بدائره الصدر. وهنا كي تكوني راح تهزي القيس كيما قلت لك لازم تكوني واقفه على الجهه اليمنى تاع الزبونه ولا تاع المراه اللي راح تهزي لها، اسمع على الجنب تاعها وراح تشوفي وراح يبان لك اذا راكي دايره على اكبر منطقه ولا لا، من الخلف ومن الامام. وايضا لازم تنتبهوا لهذه النقطه، دايما ندير زوج صباعي هنا لداخل تحطيهم على اللحم باش يتحسبوا مع القياس، على جال الروبه ما تجيش مزيره بزاف وتهزي القياس تاعها يتحسبوا مع القياس تاع الصدر او الخصر. هاي هنا نفس الخدمه اللي خدمتها في الصدر بنفس الطريقه. انا ديري زوج صباعتيك لداخل هنايا باش ما تجيش مزيره بزاف. هاي هنا سي بون. دوكا راح نروحو للاوراق، نهز لكم الارتفاع تاعها وكيفاش تخرجوه. هو ما يتهزش من اعلى نقطه كيما الصدر والخصر. شوفوا منين تروحوا تهزوه وكيفاش راح تخرجي دائره البطن. اي فوالا هنا ها هو الاوراق تاعك. منين راح تبدايه من نقطه الخصر، تهزيه دائما من نقطه الخصر هكا تجي على الجنب تاعها وتحطي الميطره تاعك على نقطه الخصر وتهبطي نقطه الاوراق تاعك او الارداف وتشوفي القياس تاعك. وبالنسبه للبطن النتيجه اللي راح تلقايها بين الخصر والاوراق راح تقسميها على 2 راح يعطيك الارتفاع تاع البطن وثم تهزي الارتفاع تاع البطن. هاني هنا. وبالنسبه لدائره الاوراق نفس الخدمه هنايا كيما خدمت الخصر والصدر. ديري زوج صباعتيك لداخل وتهزي القياسات تاع الارداف. وهذه قاعده لازم كي تجيو تحسبوا ارتفاع الاوراق
راح تلقاو، شوف وين تلقاو اكبر بروز واكبر دائره في الاوراق تحسبوا القياس تاعها. جينيرالمون راح يكون بين 17 سنتيم 19 سنتيم، ما يديباسيش الا اذا كانت المراه طويله. كل ما تكون المراه طويله حيزيد بيان سور. هنايا نجيو لعرض الكتفين. عرض الكتفين دائما راح تهزيه من العظمه هذه للعظمه الاخرى كما كنت نوري لكم هنا. هاي ليك من العظمه تاع الجهه اليمنى للعظمه تاع الجهه اليسرى او العكس، وتحطي النتيجه تاعك اللي لقيتيها. دوكا هنايا نجيو لدائره الابط. دائره الابط عندها طريقتين باش تهزيها. الطريقه الاولى اللي هي هذه، ديري الميطره تاعك على الدائره تاع الابط هنايا بهذه الطريقه وتحطي النتيجه تاعك. وعندنا الطريقه الثانيه اللي هي نفس القياس تاع الصدر، هو اللي نخدموا به دائره الابط. هذه من بعد راح تشوفوها معايا كي نكون نرسم معاكم الباترون الاساسي، راح تفهموها اكثر واكثر. دوكا هنا نجيو نقيسو بين الثديين. بين الثديين لازم تكون المراه تاعك واقفه وتحط صباعتيها هكا على الصدر تاعها، على اكبر بروز في الصدر تاعها هكا، وتهزي نتيا القياس اللي لقيتيه. فوالا هنا كنت كملت سي بون، هزيت كامل القيم اللي نحتاجوهم تاع المانكه هذه اللي نخدموا بها الباترون. دوكا هذو القيم واش ديروا لهم، تروحوا كامل تقسموهم على 4، الارتفاعات كامل تقسموهم على 4 والدوائر تقسموهم على 4 الا عرض الكتفين. عرض الكتفين هذاك دائما تقسموه على 2، حاجه ثابته ما تتبدلش، ما تقدروش تبدلوها. فوالا هنا راني كنت نقسم فيهم، والنتيجه اللي راح تلقاوها كي تقسموا هذيك هي اللي نخدموا بها الباترون الاساسي ونفصلوا بها لاغوب تاعنا. فوالا وهنايا كنت كملت هذو القيم كامل كي تقسموهم على 4 والنتيجه اللي تلقاوها راح نخدموا بها الباترون الاساسي في الفيديو الجاي ان شاء الله. دوكا لحقنا لافان تاع لا فيديو تاعنا. واش بغيت منكم ما تنساونيش بالجام وتبارطاجيو الفيديو تاعي مع الحباب تاعكم، وباه تكبر القناه تاعي وتدعموني. فوالا تهلاو في رواحتكم، باي باي.